ديالهم عندهم البطائق ديالهم اللي 8 سنين و 10 سنين ما كياخذوها وتم اقصائهم. علاش؟ لان ما غيصوتوش عليهم في الانتخابات الجايه. لان ما يصوتوش عليهم وعارفين ما يصوتوش عليهم. انا الاول ما نصوتش عليهم. هذا عار هذا عار، صحافة في خطر. هذا عار هذا عار، صحافة في خطر. هذا عار هذا عار، المصور في خطر. هذا عار هذا عار. اذا هاد الناس هادو الخريطه ديالهم واضحه. بغاو يسرقوا المجلس، بغاو يخونوه، بغاو يجعلوه امتداد لواحد التنظيم ديالهم اللي محتكر القطاع هذه سنوات وما بغاش يخدم بجديه، ما بغاش يعرف انه راه مسؤول وخصو ينفتح وخصو يمارس الحياد وخصو ما يقصيش، والا راه غادي نوضوا غنتحولوا. مراسل صحفي منذ اكثر من 10 سنوات. جينا باش نشاركوا في هذه الوقفه الاحتجاجيه السلميه امام المجلس الوطني للصحافه. جينا علاش؟ لانه غادي يتم الاقصاء ديال الصحفيين والمصورين. كنعرفوا ان المراسل هو الركيزه الاساسيه للاعلام في هذا الوطن العزيز، ولكن كنشوفوا الناس المسؤولين على المجلس الوطني ما فتحوش لنا الباب منذ تاسيس هذا المجلس، وهناك يعني قوانين تعجيزيه باش الشريحه ديال المراسلين كما قلنا والمصورين يتقصاو من المشهد الاعلامي. وكنعرفوا الى يعني ما بقاش المراسل يعني المعلومه غادا تقل، وبعض الامور اللي الحمد لله نجحوا فيها المراسلين في الاعلام الجديد اللي هو الاعلام الالكتروني. فهناك قضايا كبيره ومحاربه الفساد والمفسدين، وهذا معروف على الناس في المغرب. وتحيه لكم، ولا زلنا نقف وقفه رجل واحد في هذا اليوم المبارك من امام المجلس الوطني للصحافه. وان شاء الله مازال غادي تكون هناك وقفات اخرى نناضلوا من خلالها ونعبروا من خلالها السخط ديالنا، رجع للوزاره، رجع فين كان الممنهج، رجع للوزاره. الإعلام الوطني اليوم يعيش نكبة، يعيش تراجع القضية، وهذه الأحزاب السياسية والأحزاب السياسية اليومية هذه الأفراد الذين اليوم يجلسون على تمثيل وكذلك صادقة كنجيبوهم باش يدوك في اطار توافق مع المؤسسه الصحفيه المخاوله الاخرى.